هو ده اللي هيشتري برسيم؟ والله العظيم يا جدع، والله العظيم ثلاثة غريبة أوي يعني يا جدع. ده غلبته مبهدلة ادي وغلبته قصيرة كده، وده منظر حد بس بقول محير يا جدع. ممكن يكون محامي مش عليه كده يا حاج. يا حاج. يا معلم عامل ايه؟ الحمد لله. اتفرج على البرسيمة عشان بسرعة بسرعة كده، عشان بس على فكرة بسرعة وانا هسرق قوي. لا البرسيمة تيجي تحشه بالليل مش تحشه بالنهار. ماشي بس ما اشوف. اتفرج اهو. انا هشتري سمك في المي. اتفرج يا حاج. يلا بسرعة ده يا حاج، مش اصبر لما اشوف التاول اللي انا هاخد ايه. اتفرج يا حاج اتفرج. برسيم كسر ماليش حل يعني ما شاء الله. بس رقمك اللي انت قلت لي في التليفون ده غالي يا حاج. يا حاج طب خلص بس يا حاج واشتري زي ما تشتري. انت ماشي حتى تبسقنا كوبايه شاي نرتاح من المشوار اللي انا ضاربه. يا حاج احنا نضيف، انت شايفنا العده موجوده الوقت. برسيم ولا مش هنشتري؟ يا عم هنشتري بس انت الرقم اللي انت قلت عليه في التليفون ده يا حاج انا سمعت عنك سمع خير يا حاج، وسمعت ان انت راجل فييس. وانا هتفرق معاك؟ ماشي فييس. هتفرق معاك ولا يا عم عشان تفرق معاك في البرسيم يا حاج ولا في حاجه؟ يا حاج انا هشتري البرسيم بس انا فلوسي هرماها في الارض. ما لا يعني انا الرقم اللي انت قلته ده غالي يا حاج. يعني مش هتشتري ولا مش هتشتري؟ وانا لو مش شريك مش هاجي لك المشوار ده اخر الدنيا يا حاج انا عارف ان مشوارك بعيد، بس انت تشتري برسيم ده ولا مش تشتري برسيم؟ يا عم هنشتري. تعملوا بقى تعملوا انت عايزه بس ابصلكم. تعالى يا حبيبي تعالى. ابصمك كده بس سيب ايدك كده بعد اذنك. هقول لك برسمك. ما برسم مين؟ برسم ابوي وابويا مش انا. ابن مين؟ معايا انا صاحب البرسيم. هجيب لك عمي الواد مش ابويا مسافر، وهجيب لك عمي جاي حالا. لو مشيت اعرف شكلك وانت. انت مالكش دعوه بالموضوع ده، خلص هتشتري قبض. طب والواد اللي جه ده؟ انت مالك امال اللي جوه اللي راح قبض يلا. طب انت عارف الواد اصلا اللي جه ده ابن مين؟ ابن مين؟ انا ما اعرفوش. طب خلاص ريح دماغك، انت مالك وماله؟ عيل انت هتاخد على كلام العيال بقى، ما هتلاقي حد بعته ده حاج ولا حاجه. انت هتاخد على كلام العيال. اهو هو ده. السلام عليكم. بركات. بتعملوا ايه هنا يا رجاله؟ صلى على النبي كده. بنعمل ايه؟ قاعدين في ارضنا. ارض مين يا اخويا؟ ارضنا. ارضك منين؟ اهي ارضي اهي قاعد فيها، والبرتانه ورايا اهي ارضي. حاسب بس النوار ما تقعدش تشكع كده. طب انا اعمل ايه يعني؟ يعني انت دي ارضك؟ ايوه ارض. طب لمين؟ انا ابن مين؟ محدش يعرفني ولا ايه؟ مش يعرف. انت مش عارفني ايه؟ وانت مين؟ انا معلم زغدي. زغدي مين ده؟ معلم زغدي روان. ولا سمعنا عنك في طبق اليوم يا عم الحاج. وانا مكتوب على طبق اليوم لا واكل. جاي تعمل ايه هنا انت؟ انا جاي اشتري برسيم مني ايه؟ اهو. قدرة ايه دي اللي هتشتريها منه؟ انا هشتري منه البرسيم. برسيم بتتكلم ايه؟ يا معلم. جاي اشتري البرسيم دول مني. جاي اشتري البرسيم دول مني. اقف بس. تعالى بقى انت اقعد كده وفهمني الحوار من اول لاخر. صلى على النبي يا حاج. طب اقعد بس اقعد. اقعد كده وفهمني انت الحوار من اول لاخر. الراجل ده اتصلت عليه. ايوه. ماشي. قال انا عندي شتاه. ايوه. عشان برسمها باعه. اتصلت على انا بره البلد يا ابني. ماشي انا من بره البلد. أيوة. قال لي عندي شاب برسمها باعه. المهم قلت له انا هجي لك. بعد العصر قلت له انا هتلاقيني عندك. ضارب مشوار من اخر الدنيا. راكب مواصلتين يا حاج عشان اجي له هنا. عشان اشتري شات البرسيم دول. أيوة. للبهايم عندي. دلوقتي انت جيت لقيته الطفل ده جه ويقول لي ده ارض مش عارف ابويا ولا مش عارف عمي. ارض اخويا انا اللي هو ابوه. ايوه. وليتك انت دخلت علينا دلوقتي. هو قام زي ما انت شفت كده بيتكلم وقام جري. انا مش فاهم لا. عشان هو حرام. يعني هو كده كان عايز ينصب عليه. طبعا قال لك تيجي تحش بالليل. قال له ايوه، قال لي تعالى حش بالليل. يعني انت مش تبعه؟ لا انا ما اعرفه يا عم الحاج. انا ما اعرفش هو مين اصلا. يا عم الحاج ده ابوك اهو. ده ابوه؟ ابو الواد؟ اهو ده اهو. يا حاج قوم انت اتكل على الله، روح حبيبي. السلام عليكم. اسمك ايه يا ريس؟ انا كبير. مش عارف حد يهنج. مش عنك ده انا جايب لبس الشغل ده عليه. اللي قالوا لي واحد في الارض بيحش بس. اسمع بقى الموضوع. قول يا اخويا. عارف الواد ابن حسني اللي هو بيخش يجيب الناس دي في اي ارض بتاع الناس، يخش يسلوا من البرسيم ويقول لهم تعالوا حشوا بالليل؟ ايوه. جايب الحاج. احنا نشوف الواد ده. لا انا لازم انا اجيبه. لا نشوف الواد ده. وانت يابا عشان انت مش من البلد، انت شكلك مش من هنا. جرجيتك بتقول انت مش من هنا صراحه. فانت مش من هنا، فتتكل على الله تشوف مصلحتك. ومع احترامي ليك الراجل ده ما تجريش تاني. ما تاخدش مني برسيم تاني. لا انت تشكر ابو امانه انتوا الاثنين. لان انت لو نزلت هنا تاني انا كنت هحط فلوسي في الغلط. انا بقول لك ولو على فكره أمان. لو كنت دفعت له جنيه ما كنتش تاخد ولا عايز برسيم. لو زرعت مكاني. انا بقول لك اهو وشوف مصلحتك.
المهم انا عامل في بلدي كده قاعده لله. ايوه ماشي يعني ده بقى عجلين شرفونا باذن عجلين؟ الله انت واخوك كده. نجي لك ان شاء الله. حاضر. نجي ماشي يا لك رجاله نجي جنب لك. شفار على